تأهل بشوفه غير عادل للفرقتين. الزمالك وبيراميدز فنيا بيراميدز كان افضل بكتير قوي في المباراه. الاهلي وسيراميكا شفت ان في اوقات كتير قوي في المباراه سيراميكا كان افضل وكان مستحوذ على الكره بشكل ايجابي وقدر يهدد مرمى مصطفى شوبير بشكل كبير قوي. ولكن لو هنتكلم شويه عن ماتش الزمالك وبيراميدز، يعني ما شفت ان بيراميدز فنيا كان اعلى. سكواد ليست بيراميدز قوي جدا، كل حتى البودلة في بيراميدز عندهم خطوره كبيره جدا. الزمالك كان فنيا مش افضل حاجه، قدر يعني يكون. شفت ان الزمالك اتاهل باسمه، اتاهل باسم نادي الزمالك. يعني مش هتكلم برضو عن الاخطاء التحكيميه، لان التحكيم للاسف في المباراتين كان صعب جدا، عليه علامه استفهام كبيره جدا. حسيت ان الراعي عايز الاهلي والزمالك نهائي. يعني حسيت مجرد احساس، ما اعرفش في ناس هتتفق معايا ولا لا، ولكن انا حسيت ان المباراتين كان فيهم اخطاء تحكيميه صعبه. كولر الفتره الجايه لو الاداء الفني ما اتطورش، خد بالك انت عندك مشكله كبيره. جماهير النادي الاهلي مش هتستحمل خسارتين نهائي ورا بعض من نادي الزمالك. فانت لازم تركز في الحته دي قوي، لان انت خسارتك نهائي السوبر المصري الجاي من نادي الزمالك هيبقى بدايه النهايه ليك. رساله ليك افهمها كويس، يا ريت توصل لك. لان خسارتك من نادي الزمالك نهائي على تاني على التوالي، انت خسرت السوبر الافريقي وهتخسر السوبر المصري من من نادي الزمالك. فدي مشكله كبيره قوي، وجماهير الاهلي ما بتستحملش الكلام ده، ومش هتستحمل خسارتين ورا بعض نهائيين. والمفروض ان دي بدايه موسم، فالمفروض ان انت عامل فتره اعداد قويه، المفروض ان انت مجهز اللعيبه فنيا وبدنيا ونفسيا وكل حاجه. فانت ابتديت الموسم بخساره بطوله بشوفها كانت سهله وكنا نقدر نحصل عليها بشكل اقوى. برضو شايف ان نهائي السوبر المصري الاهلي فرصته اقوى، فانك تخسر النهائي الثاني من نادي الزمالك فدي مشكله كبيره قوي. سيراميكا تحيه كبيره قوي للكابتن ايمن رمادي، الصراحه عامل فرقه كويسه جدا ومحترمه وقدرت تشرف الكره المصريه. بيراميدز برضو فرقه كويسه قوي، وانا شايف انها هتبقى منافس قوي جدا في الدوري المصري الموسم القادم ودوري ابطال افريقيا، لان هي كنت اتكلمت عليها في حلقه خاصه ان بيراميدز سكواد ليست بشوفه، ما اعرفش في ناس تتفق معايا ولا لا، بشوف ان سكواد ليست بيراميدز من اقوى السكواد ليست اللي موجود في مصر. يمكن بشوفه يمكن كسكواد ليست كامل اللي هم 25 لعيب او 26 لعيب بشوفهم اقوى من النادي الاهلي والنادي الزمالك. بس ولكن طبعا نادي الزمالك انتصر بفوز، يعني مش هنقول مستحق، ولكن اسم نادي الزمالك كبير ويستحق ان هو يوصل للنهائي، اسم نادي الاهلي كبير ويستحق ان يوصل للنهائي. مبروك فوز، مبروك نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك واللعيبه، مبروك النادي الاهلي، مبروك جماهير نادي الاهلي، مبروك مجلس اداره. مش مبروك للعيبه لان اللعيبه شايف ان هي ما بتقدمش اللي عليها. مش مبروك برضو للجهاز الفني لان انا برضو شايف ان هو يعني مقصر فتره الاخيره دي، مقصر جامد. فعايزين الاداء يتطور اكتر من كده يا عم كولر بعد اذنك، يعني يا ريت، عشان انت انت حر، انت اللي هتخسر، جماهير الاهلي مش هتستحمل.